عمي ايه الاخبار؟ النهارده فيديو جديد. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يحرق ميتين الانسان على الصبح يا شيخ. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بجد ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل في السين ده؟ بابلو ضحك الاربع ما جاش، فهنستناك يوم الخميس. انا عايز الكلام الماسخ اللي بتقوله ده. ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ على الاقل مش زي التاني اللي خد من المجال وساب. يا ويجز ازاي تسيب الراب؟ احنا جايين نهدي النفوس. السين اتحول لمعركه. انت طالع تسرح بمينا عبده، او كان متحول لمعركه قبل ما يحصل جو بقى ايه، جو الدباديب والهري ده. على فكرة ابنك ضايع عن النت في الشوارع، وبنتك رغم سنها خبيرة في الجن. بس انا عايز بس اتكلم عن حاجه غريبه كده، بعيدا ان انا مش هتكلم عن يوتيوب المره دي، ولا اتكلم عن توك توكر، ولا اتكلم عن الشاطر. كفر ابن كفر. المره دي انا هتكلم عن مجال الراب كله. بتقول ايه؟ بس احنا مش هنتكلم عن الراب كامل، احنا هنتكلم عن النظريه العلميه الغريبه في ان كل الرابرز موجودين في اسكندريه. ايه السبب؟ متعرفش. طب ايه الدافع ان هم يكونوا من اسكندريه؟ ما تعرفش. ليه كل المشاهير اصلا بيكونوا في اسكندريه زي ما انا قلت في فيديو شهر؟ ما تعرفش برضه. ففي حاجه غريبه يا جماعه، في ناس لحد دلوقتي بيفسروا النظريه العلميه دي هم مش عارفين. دكتور كده صاحبي حبيبي يعني جه وكلمني قال لي بقول لك ايه، احنا عايزين نتكلم عن الرابرز وعايزين نفهم منك يا دكتور سيف. احنا هنعمل ايه في النظريه العلميه دي، وهنعمل ايه في الجائحه دي، عشان اي حد تلاقيه اتشهر تلاقيه من اسكندريه، وده شيء غريب جدا. ودي نظريه علميه لازم نوضع حل للمشكله دي، ونفهم ليه كل المشاهير بيكونوا من اسكندريه او من الفلاحين. ده كوميدي فعلا. هو ايا كان دوله تاني غير القاهره. واحنا النهارده هنتكلم عن النظريه العلميه اللي موجوده في اسكندريه. انجز عشان ورايا ميتنجز كتير قوي. احنا هنحلل مع بعض ايه المشكله. الحاجه اللي انا ما بفهمهاش يعني من الرابرز دول، ان هم غالبيتهم لما بيبداوا مسيرتهم بحس ان هم معفنين، بحس ان هم مش بيستحموا، بحس ان هم فيديوهات الشاطر انت راجل كداب مش محترم والله. يعني بيخليهم يتعبوا خالص ويكونوا قد خلة السنان. ايه يا جماعه في ايه؟ بطلوا تتفرجوا على فيديوهات الشاطر بس كده، والدنيا هتتحل على فكره. ما الا العجل ياما، ده هو اللي مكيفني وهو اللي مروقني وهو يا عم مالك يا عم؟ عايش مال ولا ايه انا؟ كل ده؟ واشترك في القناه، وبهجت صبر هيتصل بيك شخصيا. الو ادخله. ما تقلقش انا قلت له، ولو دوست على زرار الجرس هيجي لك شخصيا. اننا لا نخشى الا الله يا ولاد. بعيدا عن ان احنا مش هنتكلم عن ناس كتير، بس في واحد كده كنت عايز اديله سلط عليه الضوء، اللي هو باتيستوتا. بس ما تصنفش المزيكا وخلاص بمبدأ الطعن. يا جماعه باتيستوتا ده شارب حاجه. انا حاسس ان انت كلامك مش مفهوم. انا فرق ما بين الراب والتراب والجو ده، انا مالي. عارف كيك وسنير وهاي هاتس يعني تراب، دم وتك وشخاليل وصاجات يعني مهرجان ياكس. وطبعا ويجز خائن الرابرز وخائن الفانز وخائن اي حاجه على العموم. بس هو الحمد لله ان هو ما خانش القضيه. يعني اتمنى تكون الناس تفهم، يعني هو مش عشان احنا يعني فيديو بنهلس وقاعدين نهلس يعني وقاعدين نشرب خمره يعني ننسى عن القضيه والجو ده. رد يلا. نعم زي الجاموسه. اهدوا يا جماعه شويه، قطعوا زي ما احنا بنقطع كده. انا اللي بقطع لوحدي. انا عايز حد كده يكتب لي في التعليقات انت بتقطع ولا لا معايا، عشان احس ان احنا عيله كده. انت فاجئتني بالموضوع ده.